غادي تسد فمك وغادي تصنت ليه مزيان. احب من احب وكره من كره. 2025 سالت وانت باقي مازال كتهضر على نفس الظروف اللي خلوك ما توصلش، باقي حاط نفس الاعذار اللي كانوا عندك شحال هادي. الحقيقه اللي ما باغيش تواجه بها نفسك هي انك انت ماشي ضحيه، انت مجرد شخص مكلخ كيدير نفس الاخطاء وكيتسنى نتائج مختلفه. If you keep doing what you're doing you're gonna keep getting what you're getting. الا بقيتي كدير نفس داكشي اللي كديرو غتبقى تحصل على نفس النتائج اللي كتحصل عليها. انا ماشي هنا باش نموتيفيك ونوريك كيفاش تبدا 2026، حتى هذا النوع ديال المحتوى سميتو تخدير العقول. انا جيت نعطيك ديك التصرفيقه اللي ما قديتيش تواجه نفسك وتصرفق راسك بها باش تفيق وتوعى بالاخطاء ديالك وتبدا تخدم عليه. غادي نعطيك اللاصق بشرط انك تكمل الفيديو من الاول حتى الاخر، وفي الاخر ديال الفيديو غنبارطاجي معاك حاجه اخرى اللي غادي تعاونك واللي انت وانت محتاجين ديال بصح. انا عارف باللي انت محتاج شي واحد اللي يقيديك ويمشي معاك ايطاب بار ايطاب، تبع معايا من الاول حتى الاخر. واحد الملاحظه بسيطه الشباب، الاغلبيه فيكم ما مشغلينش داك الجرس، وهادشي اللي كيخلي انه الفيديوهات ما يطلعوش بزاف ديال الناس. فالا كتحس بانه هاد القناه غتعاونك وغادي تنفعك وما كتضيعش لك وقتك، اكتيفي داك الجرس غادي تكون عاونتيني بزاف. كمل الفيديو. القاعده الاولى واللي هي الحرمان الحسي، غادي تقطع كاع المصادر اللي كتعطيك واحد المتعه بلا ما تضرب عليها تمار، سواء السكر، الاباحيه، السكرولين ولا اي حاجه، باش ترجع ديك الحساسيه للمستقبلات ديال الدوبامين. علاش؟ حيت بغيتك تولي ترجع تقرا الكتوبه وتحس بالاشباع، تولي تخدم واحد ساعتين وتفرح وتحس بواحد الساتيسفاكشن. الا كنتي فقدتي داك الرغبه ديالك في القرايه ولا كتحس بانه ما بقيتيش باغي دير داكشي اللي كنتي كتستمتع به، هادشي ماشي حيت فقدتي الشغف صديقي، لا، حيت المستقبلات الحسيه عندك ولات مدمنه على ما هو سريع. ربي خلقك في هذا العالم باش انك تضرب تمار وتمشي تحرط وتحصد باش تاكل، وبسبب هاد الظروف اللي وليتي كتعيش فيهم الراحه، بسبب السكرولين، بسبب الراحه اللي وفروها لك والديك واللي وفرها لك المجتمع، وليتي انسان هش وضعيف وما قادرش انك تنوض دير واحد التماره، واي حاجه فيها شويه الصعوبه ولا المقاومه كترفض انك ديرها. القاعده الثانيه واللي هي العزله المنتجه، كل نهار غتخصص لي 4 ديال السوايع ديال الديب وورك، بلا انترنت، بلا بشر، بلا حتى حاجه اللي غادي تلاهيك. الا كنت تحتاج الانترنت باش انه تفرج فيديوهات على القرايه ديالك، تيليشارجي داكشي قبل وطفي الكونيكسيون. هاد الوقيته هي اللي كدير الفرق ما بين 1% ديال الناس و 99% ديال القطاع. علاش؟ حيت بكل بساطه الناس ما بقاتش قادره انها تبرك وتتعلم، الناس ما بقاتش قادره انها تبرك وتخدم على داكشي اللي كتخدم عليه، وهادشي اللي كيخليك انك عندك فرصه فين تميز وتكون خارق في داكشي اللي كدير. انا راه ما كنفوخش لك الهضره، انا كنوريك الواقع ديال الجينيراسيون ديال، وبانه ساهل تفوق الا قدرتي انك تحافظ على التركيز ديالك. الحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها واللي هي ما يسمى بالديفراكشن استراتيجي او هندسه الالم. انا دابا شاد لك في يدك وكنحاول نجرك من الطريقه اللي واحل فيها باش نديك ديك الطريقه اللي غادي تخدم لك، حيت عارف باللي بوحدك غادي تزلق في اول منعرج غادي تطيح فيه، وغادي تحبس في اول صعوبه غادي تواجهها. وباش انك تضمن الاستمراريه ديالك بلا ما تحتاجني انه نكون معاك، خاصك تولي مهندس للبيئه ديالك. الدماغ كيهرب من الالم، اذا صعب عليه طريق الفشل وسهل عليه طريق النجاح. الا كان النجاح صعيب بالنسبه لك هو اللي كيخليك انك تهرب للسكرولين والتليفون والفشل، فالهدف ديالك هو انه ترجع ديك الفشل اصعب من الصعوبه ديال النجاح. باغي تخدم وحط التليفون ديالك في واحد الغرفه بعيده، باغي تقرا وتفوكسي في القرايه ديالك، هز التليفون ديه للوالده ديالك قول لها انا لما حيدتيش ليا التليفون لسيمانه ما غاديش نبريباري وغادي نسقط. والله لا بقيتي شفتي داك التليفون وخا تلاقى السما مع الارض. بغيتي دير سبور، الحوايج ديالك كيكونوا واجدين في الليل ومحطوطين حدا راسك باش تحيد ديك المقاومه اللي كيديرها دماغك وديك المماطله الاولى في دوك الثواني الاولى ديال التفكير وتدخل في التطبيق ديال ديك المهمه. خاصك توصل لمرحله ان الفشل كيولي يكلفك اكثر من النجاح، يعني الفشل كياخذ منك اكثر من داكشي اللي كياخذوا منك النجاح. دير واحد الرهان بينك وبين شي واحد ديال انه غتلتزم بواحد السيمانه بواحد الحاجه، واللي ما التزمش هو يدير شي نهار ويخلص الغداء ولا يخلص شي حاجه من هادو. الشباب بيناتهم راه يخلص قهوه راه طرونكي، ولكن الدريات صعيبه بيناتهم القضيه. فإلا كنتي غبي لدرجه انه ما غتحركش غير بالعصا، اذا استعمل العصا ضد راسك قبل ما يستعملها ضدك الزمانه صديقي. في علم الدماغ كاين واحد القانون سميتو الافتراس الفكري. في 2026 ما بقاش مسموح لك تكون متعدد المهام، هذيك مجرد فكره كيديروها الناس الضعفاء حيت ما قادينش يواجهوا ديك الحاجه اللي كتخلاهم. المفترس كيركز على فريسه وحده، كتعرف بانه ولا تبع القاطع كامل ما غيشد حتى وحده فيهم، فكيخلي التركيز ديالو مع وحده فيهم. ولا نجينا نتعمقوا غتلقاه بانه كيركز على اضعف وحده واصغر وحده، وهادشي اللي خاصك دير. اختار مهاره وحده، ولا كنتي يلا غدير لو ديبار ديالك اختار اضعف مهاره
ولا اسهل مهاره ديال انه غتعلمها. ماشي ضروري انها تكون مضمونه في سوق الشغل الى اخره. انا بغيتك توصل لديك المرحله ديال انه تعلمتي شي حاجه وليتي كتامن بانه نقدر نتعلم اي حاجه انا باغيها. خدم عليها لمده طويله، سيطر عليها، وفي الوقت اللي الناس ضايعين في الترندات الخاويه وفي الاخبار اللي ما عندها حتى معنى، انت غتكون كتبني في القلعه ديالك، في الاساس ديالك. ودير في بالك جمله واحده: التركيز هو العمله الجديده. اللي عنده التركيز اليوم عنده السلطه، واللي باقي مشتت هو العبد الجديد ديال دوك الناس اللي عندهم التركيز. فهمتي دابا علاش في الاول قلت لك مكلخ؟ حيت بكل بساطه كنتي كتصرف داك الذهب اللي عندك اللي هو التركيز ديالك على اتفه الامور وعلى اتفه الناس. وخليني نقول لك مع كامل الاحترام صديقي، باقي كتبع لي لي زانفلونسور اللي ما كيفيدوك بالتوزه، فانت انسان مكلخ. عجبك الحال ما عجبكش الحال ديزابونا، ما عنديش مشكل، حيت غدا امام الله غنتحاسب على هادشي اللي كنقول. هذاك الشيء علاش صديقي رد بالك، انا دابا وريتك الطريق وعطيتك السلاح اللي غتخدم به واللي بقى لك، سواء انك تطفي الضوء عاوتاني وتخرج لهاد 2026 كيف ما كنتي داخل 2025 تموتيفي واحد شويه وتخدم ليا وتقول لي انا ما بقاش عندي الالتزام الى اخره، اولا انك تاخذ قرار ديال انه انا غنبدا دابا وغنبدا بالعقل. يعني نحيد ديك الموتيفاسيون ديال انه انا باغي ندير كلشي، بدا لي بحاجه وحده. وحنايا ما غاديش نمشيو بعيد، التطبيق غيبدا من هنايا. في لي كومونتير بغيتك تكتب لي هاد لي ديتاي، المهاره اللي غادي تبدا خدام عليها من اليوم. ديك المهاره تكون منطقيه، ماشي تقول لي غنولي ديفلوبور. عطيني مهاره تكون منطقيه في البدايه، ما غاديش تكتب غير المهاره وغتسالي، لا، غتعطيني لي ديتاي غنتعلم فيها هادي وغنخدم على هادي وعلاش بغيت نخدم عليها الى اخره. وهذا ما يسمى بالبرمجه ديال الدماغ. انت فاش غتخرج من هنا كاتب شنو غدير، اوتوماتيكمون غتمشي قاصد داكشي اللي كتبتي. ومع داك الكومونتير اللي غتكتب كتب لاضات اللي بغيتي الناس يرجعوك فيها باش تشوف البروغريس ديالك. ويفضل انك تحسب 30 يوم من الفيديو اللي يلا تفرجتي فيه دابا من لاضات ديالو، حسب 30 يوم وكتب ديك لاضات، وخلي اي واحد انه ملي دوز ديك 30 يوم يعاود يرجعك بشي لايك في داك الكومونتير ديالك. وكل واحد الا لقيتي لاضات ديال داك الانسان وصلات، دير لي لايك على الكومونتير ديالو وخليه يرجع يشوف فين وصل. وإلا وصلتي حتى هنا عندي لك واحد الحاجه زوين، الناس اللي انتريسي انهم يدخلوا معايا في دي كونسلطاسيون اللي غادي نديطاي معاك فيها المشكل ديالك اون ديطاي. انستغرام ديالي هو تتواصل معايا. الحمد لله الخدمه ديالنا جابت نتيجه، حاليا المقاعد كلهم محجوزين وباقي بزاف ديال الناس كيتسناو. انا ما غنقولش لك بلي ملي غتصيفط غنجاوبك في البلاصه، ولكن غير صيفط لي الميساج فيه السميه ديالك، لاج، وشنو كدير حاليا، واش دراسه ولا خدمه، وعطيني المشكل ديالك بالديتاي بالتفاصيل وتسنى نوبتك. حاليا الاستشاره راه باقا مجانيه، فزربوا عليها قبل ما تاخذ لا فالور ديالك. كان معك سكارنوكس، الا درتي ديك لايك غادي تكون عاونتيني بزاف. شكرا بزاف على الوقت ديالك، تشوفوا فيديو الجاي.